ترسوكم شعر ولد ميسور الحال، القصة حقيقية وأكيد كبارنا الحاضرين راح يأيدون وسامعينها. يعني هذا الولد بس هو الأمة وحب بنية أخوتها 7. حضر يدي الناس ضال راح أقعد أخوتها 7 يجي يخطبها ما ينطوه إياه، يخطب ما ينطوه إياه، فشرطوا علي مهر، المهر تعجيزي بقمة البرد القاتل. قالوا له مهر أخذتنا تنزل ليلة كاملة تبات بالنهر. شوف المهر بالبرد القاتل ينزل يبات بالنهر. هسه العاجين يعرفون ينزل النهر لو ما ينزل، كلكم عاجين. فنزل المسكين للنهر، فشوفوا حنان الأم بالليل من تطش الناس وتنام تجيب حطبات الريوق والغدا والعشاء وهو بنص النهر وتعلكن على الجرف وتقول له هاي يا يمه يوصلك دفو. لا، فأمه تحاكي تقول له مرات المهر بالوجع مو بالمال، يبو سوالف دفو هذا المهر غالي، ومرات الرفض بالهلل بس لسان مثل في الشجر من ياخذ خيال. تقول له يا يمه ايش جابك على القاع واحنا نجوم، نزلت ويا المطر تستنقل ببالي، ويا يمه الوتد من يندق الخيمه تعيش، تكشخ من يمر بيها الهوى العالي. انزل خلها تكشخ بيك ويسكتون اهلها، تخيلها النهر واحضنها للتالي، وراسك لا تضمه، راسك لا تضمه، امك وعرفك زين خطارك جو هالعال قدالي، وحقك ما نمت، شفع لجرف الماي خاف يبان بي شف اثر لخيالي. مهل عشقتك موش اكثر من امك، العشقتك موش اكثر من امك. جبت كل عمر صوم ووجهك هلالي، يقولون بالليل منها واخوتها البنيه اجت تطمئن عليه للنهر، شوف عديل مات. فامه تظل تسولف وياه تقول له اجت والنهر صار اسود بكحلتها. النهر اجت والنهر ايش قد باكر ما ادري، اجت والنهر صار اسود بكحلتها، ووصلت والجرف دنق دمعتها، وما ادري ايش حاجته وافتهم من هالماي يهز جثه استحى من شاف صفنتها. احلفك بالسماء، قالت له لا تاذي وقل له جايتك مو سهله جايتها، وصحت لو هاي كان نصير لو ما اريد، وانا من دمع عيني دفت حنتها. طلع الولد عدل يجي ياخذ مريته، قالوا له تعذرنا مالك مره فوق الضيم بايت بالبرد. قالوا له ليش؟ قالوا له مو امك علقت عجر في نار ودفيت، فقالوا نفرضها عند البهلول، يعني عند القاضي، يعني عند الشيخ العشيره، عند الفريضه. قال ابوي اهل الولد واهل البنيه غداهم عندي جيبوهم. قال له ولد ابوي قطعوا اللحم وخلوه بقدوره وشدوه القدوره بالعثق مال النخله وعلق النار من القاع يستوي. الوحده 2 3 4 وين غدانا؟ قال لهم الله شاهد غداكم على النار. طلعوا القدوره معلقه فوق، قالوا شيخنا هاي ما يستوي. قالوا شلون الولد بنص النهر ومعالقه عجر في نار ودفى دقهم وطول بنيه. فاخذها، فهو لازم تشف امه وطب ليهم. قال لهم احنا اهل الخبيزه تظل 3 ليال تبرد، كيف ثمره نرد نحميها، وحكم مو بخل بس خابزتها جفوف اذا شالتها لله قبل يطيها. احنا اهل الخبيزه تظل 3 ليال تبرد، كيف ثمره نرد نحميها، وحكم مو بخل لا خابزتها جفوف اذا شالتها لله قبل يطيها.
وانتم وادم تشوفونا بنص عين الزلم بافعالها مو بخواتيها.